السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم. إذا كنت من عشاق كرة القدم الأوروبية فلا تغادر هذا الفيديو، لأنك ستكتشف مفاجأة جميلة، وذلك بنقل 15 مباراة ودية قوية تجمع نخبة من أبرز وأكبر الأندية الأوروبية استعدادا للموسم الجديد. في هذا الفيديو سأستعرض معكم جميع المباريات 15 التي سيتم نقلها، بالإضافة إلى أبرز المواجهات التي تستحق المتابعة حتى لا تفوتكم أي مباراة. لذلك شاهد الفيديو حتى النهاية، لأن المباريات الأخيرة تعتبر من أقوى اللقاءات المنتظرة هذا الصيف. لنبدأ على بركة الله. أعلنت قناة الشارقة الرياضية أنها ستنقل 15 مباراة ودية خلال الفترة من 26 يوليوز إلى 12 أغسطس عبر شاشة القناة ومنصة مرايا، وهي فرصة رائعة لمتابعة استعدادات كبرى الأندية الأوروبية قبل بداية الموسم. ونبدأ مع نادي تشيلسي الذي سيكون صاحب النصيب الأكبر من النقل، حيث ستقوم القناة ببث 5 مباريات للفريق اللندني. البداية ستكون أمام ويسترن سيدني، ثم مواجهة قوية أمام توتنهام في ديربي إنجليزي منتظر، وبعدها يصطدم بالعملاق الإيطالي يوفنتوس، ثم يلتقي ميلان في قمة أوروبية مثيرة قبل أن يختتم مبارياته التحضيرية بمواجهة جوهور. أما عشاق ليفربول فهم أيضا على موعد مع 4 مباريات، حيث يواجه الريدز كل من ساندرلاند، ثم ريكسهام، وبعدها ليدز يونايتد، قبل أن يختتم استعداداته بمواجهة موناكو الفرنسي في لقاء سيكون اختبار مهم قبل انطلاق الموسم. بالنسبة لنادي توتنهام ستنقل له القناة 3 مباريات، الأولى أمام أوكلاند سيتي، ثم مواجهة سيدني، وأخيرا القمة الإنجليزية المنتظرة أمام تشيلسي، وهي مباراة يتوقع أن تحظى باهتمام جماهيري كبير. ولا تتوقف الإثارة عند هذا الحد، فهناك 4 مباريات أخرى من العيار الثقيل، حيث يلتقي إنتر ميلان مع مانشستر سيتي في مواجهة ينتظرها عشاق الكرة الأوروبية، وبعدها سنكون مع لقاء قوي آخر يجمع بين أرسنال وريال بيتيس. أما يوم 12 من أغسطس فستنقل مباراتان، الأولى بين نيوكاسل وإيفرتون، والثانية بين مانشستر يونايتد وليدز يونايتد، وهي مواجهة تاريخية بين فريقين يملكان جماهيرية كبيرة حول العالم. بكل تأكيد هذه المباريات ستكون فرصة ممتازة لمتابعة الصفقات الجديدة للأندية. والآن جاء دوركم، ما هي المباريات التي تنتظرها أكثر؟ شاركونا رأيكم في التعليقات، وإذا أعجبكم الفيديو فلا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس كي يصلكم كل جديد حول مواعيد المباريات، القنوات الناقلة وأهم أخبار كرة القدم. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.